القصة الحقيقية للقبر الملعون لسيث مور. قد لا تكونوا على دراية بمقبرة سيث موسكو في يانكلارك، التي يشار إليها أحياناً باسم الشاطئ العظيم. يعود تاريخ هذه المقبرة إلى القرن الرابع عشر، ويمكن العثور عليها في مقبرة القديس كدس التي تقع في ملكية روثيمور شوس في مرتفعات اسكتلندا، وهي حجر دفن يقال إنه ملعون. إن مشاهدة الأشباح وروح تشبه الجنة والمعروفة باسم روح حارس القبر كلها أشياء جعلت هذا الموقع مشهوراً. تم تخصيص دفن للرجل العظيم الذي كان فيكتور في المعركة في بيرث عام 1396. هو الرجل الوحيد الذي نجا من معركة العشائر، وهو يتميز بتكريم الفرد الذي يتمتع بهذا التميز. أحجار خمس الملعونة هي عبارة عن 5 أحجار جرانيتية أسطوانية توضع أعلى القبر، ويقال إن هذه الأحجار ترمز إلى الأفراد القادرين على النجاة من الحرب. ويقال إن الأفراد الذين يعبثون بهذه الأحجار سيعانون من أمراض خطيرة أو ربما يموتون، ويفترض أن الحجر المركزي هو الأكثر خطورة من بين كل الأحجار 5. في عام 1983 تم بناء قفص حديدي فوق القبر من أجل توفير الحماية للسياح. وعلى الرغم من حقيقة أن القبر هو موضوع الفولكلور المعروف، إذا أعجبك المحتوى اضغط زر المتابعة إعجاب ليصلك المزيد من القصص الغريبة في العالم. إلا أنه لا يزال هناك من يتوقون إلى اختبار حظهم ومعرفة ما إذا كانت هذه الحكايات حقيقية أم لا. بعد ملامسة الحجارة، تم الإبلاغ عن عدة حالات لأشخاص عانوا من نتائج غير مواتية لأفعالهم. على سبيل المثال، تم العثور على خادم ألقى أحد الحجارة في نهر سبي غرقا بعد 3 أيام. في وقت لاحق، قتل صحفي رفع حجراً فوق رأسه في حادث سيارة بعد ساعات فقط. وقعت كلتا الحادثتين في نفس الفترة الزمنية. هناك اعتقاد بأن كادون الحدودي، المعروف أيضاً باسم روح حارس الشواطئ، يراقب الدفن. بمجرد أن تولى المنح السيطرة على عقار روثيمور شوس، بدأ شبح يشبه الجن ذو مزاج ناري في حماية قبر سيث. كان يعمل سابقاً كوسي على عقار روثيمور شوس أثناء ملكيته للشواطئ. يقع دفن الشاطئ العظيم في المرتفعات الإسكتلندية، وهو موقع غير عادي ومثير للاهتمام، وله تاريخ وأساطير غنية مرتبطة به. لا تزال قصص أحجارها الملعونة وروح حارس القبر تسحر السياح وتسحرهم، على الرغم من حقيقة أنها محصورة في قفص حديدي لغرض الحماية. لذلك، إذا وجدت نفسك يوماً ما في ملكية روثيمور شوس، فيجب عليك زيارة دفن الشاطئ العظيم. ومع ذلك، يجب عليك توخي الحذر والامتناع عن لمس الأحجار داخل القبر. إذا أعجبك المحتوى، اضغط زر المتابعة إعجاب ليصلك المزيد من القصص الغريبة في العالم.